هي بتبقى مش عجينة، هي تبقى دهان اهو زي ما انت شايفة كده. القوام اللي انت شايفاه ده نفس المقادير اللي انا قلتلك عليها. كل سنة وانتم طيبين، فيديو جديد ولقاء جديد. اهلا بيكم حبايبي ومتابعيني واخواتي حبايب قناة توفير وإعادة تدوير. عيد سعيد علينا جميعا يا رب. كل سنة وانتم طيبين. في الفيديو بتاع النهاردة احنا عايزين نتكلم على حاجة ضرورية جدا، هي اللية بتاعة الخروف او الدهن اللي احنا ممكن بنجيبه او بيجيلك مع اللحمة لما تجيبيها من عند الجزار. سواء ان احنا دبحتي وعندك لية، او مثلا عندك لية خروف، او انت جايالك اللية مع اللحمة، هتشوفي النهاردة في الفيديو الافكار الجميلة جدا جدا اللي هنعملها من اللية بتاعت الخروف او الدهن عموما. يعني هنعمل منه افكار مفيدة جدا صحيا، هنستفيد منها، والافكار دي متنوعة. شوفي بقى احنا ممكن نعمل منه ايه، وممكن نستفيد من اللية او الدهن عموما ده ازاي. افكار في منتهى الجمال وكلها صحية، لان في بعض الناس بتبقى الثقافة بتاعتهم ان الدهن ده مضر. لا يا جماعة، خدوا بالكم، الدهون دي مش مضرة. انا بقول لكم الدهون دي مش مضرة. يعني في يقولك لا اصلا انا ما اكلش لا لا، لو انت كلتها بطريقة صحية، بطريقة مظبوطة، بطريقة صح، مش هتبقى ضارة ليك ولا اي حاجة. يلا هنبدأ مع بعض نشوف اللية دي انا ممكن نعمل منها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا ببقى شايلاها في اكياس ومقطعاها قطع صغيرة. وطبعا بحفظها عندي علشان تقعد مدة ما يجرالهاش اي حاجة. كمان انت ممكن تحطيها في اكياس وتعينيها في الفريزر، متاخدش مكان خالص في الفريزر زي ما انت شايفة كده. يعني بتبططي الكيس وبتحطيه بحيث ان هو ما ياخدش مساحة عندك في الفريزر. اي وقت بقى تقدري ان انت تطلعيها تعمليها. لو انت مش عايزة ان انت تستخدميها، يعني ايه، لو ما عندكيش وقت وما قدرتيش تسيحيها مرة واحدة زي ما انت شايفاني كده، ولا مكان خالص في الفريزر، كيس صغير مبطط ممكن ان انت تحفظيه فيه زي ما انت شايفاني حافظاه كده. هنبدأ مع بعض نشوف احنا ممكن نعمل منها ايه. اول حاجة بدأت اعملها، خدت اللية بتاعتي وبدأت اقطعها قطع صغيرة. انا بفضل ان انا اقطعها قطع صغيرة علشان لما اجي اسيحها بتسيح معاكي بسهولة، وبتبقى ما فيهاش قطع كبيرة. بعد ما تسيح بتترك الجزء اللي هو متحمر ده. فانت الجزء اللي بيبقى متحمر ده لو هو هيبقى كبير هيبقى بيضايقك. بتقطعيها قطع صغيرة، سواء اللي جايالك من عند الجزار اللي هي البلدي، او اللي هي الضاني. في اي حالة من الحالتين بتقطعيها قطع صغيرة. واحنا الحاجات اللي هنعملها النهاردة، الوصفات اللي هعملها لك النهاردة، هعملها بالحاجتين. ليكي مطلق الحرية بأي نوع من أنواع الدهن، البلدي أو الضاني. دلوقتي بقى بدأت احطها على البوتاجاز وبهدي عليها النار جامد. ما تتعملش اللية خالص يا جماعة، او اي دهون تتعملش على نار عالية علشان ما تتحرقش منك وتمرر. انت تبدأي تخليها ايه، على نار هادية. وده اللي بيفرق لما بيبقى فيه اللية اللي متسيحة دي بتبقى ساعات غامقة وساعات بتبقى رايقة ولونها جميل. كل ما انت توطي عليها النار جامد وعلى النار هادية قوي قوي، بس ما تنسيهاش انت تفضلي رايحه جايه كده عليها. ده اللي بيخليها اللون بتاعها رائق، وتقدري تستفيدي بيها في كل حاجه تعمليها منها. يعني ان انت ما تعمليهاش على النار الايه القويه زي ما انت شايفه. تحطي لها رداده مثلا بتاعه الرز تحت الايه الحله اللي انت بتسيحي فيها. معلش انا نسيت كمان يا جماعة اقول ان انا لازم نحط فصين حبهان، او مثلا فصين فلفل اسمر وانتي بتسيحيها، عشان في بعض الناس ما بتحبش الريحة بتاعة السمنة. زي ما انت كنت شفتيني، بس انا نسيت اقولك عليها وانا بحطهم. يعني اهم حاجة فصين الحبهان دول. استنيت بقى عليها لما بردت شوية، عشان طبعا مش هقدر ان انا اروح اصفيها وهي سخنة.
بعد ما هديت خالص كده مني خدتها وبدأت اصفيها. انا بصفيها في برطمانات بتكون ازاز. بفضل بصراحة البرطمان الازاز عن البرطمان البلاستيك، لان هو بيبقى افضل من البرطمان البلاستيك. بعد كده انت تقدري تحتفظي بيها للمدة اللي انت عايزاها، اي مدة انت عايزاها، ما بيجرالهاش اي حاجة خالص طالما ان انت سيحتيها بالطريقة المظبوطة. بعد كده بقى نبتدي نعمل الوصفات بتاعتنا من الجزء اللي احنا سيحناه زي ما انت شايفاني كده. هنبتدي بقى هعمل منهم خلطاتي دي كده. دي انا شايلاها عشان طبعا انا بحفظها في برطمانات كده زي ما شفتي قدامك، هنحفظها في برطمانات. هاخد منه معلقة او معلقتين زي ما انت عايزه، يعني اي كميه انت عايزاها. هتاخدي طبعا اللي هو الجزء اللي مفيهوش الحتت اللي هي ايه متحمره. وهتعملي ايه؟ هاخد معاهم معلقه نشا، معلقه نشا او معلقتين نشا، وبعدين هضيف عليهم هنا عندك يا اما زيت جوز الهند او هتضيفي زيت زيتون هنا او هنا. فانا المره دي هعمل الاتنين على بعض. هاخد معلقه او نص يعني معلقه زيت جوز الهند، وهاخد عليها نص معلقه زيت زيتون. الخلطه دي او الوصفه دي المقادير دي هعمل بيها ايه؟ اول حاجه انا هدعكهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. هتدعكيهم مع بعض كده بالمنظر ده لحد ما يدوكي قوام عجينه. هي بتبقى مش عجينه، هي تبقى دهان اهو زي ما انت شايفه كده. القوام اللي انت شايفاه ده نفس المقادير اللي انا قلتلك عليها. بصي انا كنت عامله قبل كده وكانت مزوده النشا شويه. ادي القوام اهو اللي انا كنت عاملاه. ده اعمل بايه يا جماعه؟ تشققات الكعب، اجي على التشققات بتاعه الكعب وادهن على التشققات بتاعه الكعب كده، وتقومي بعد ما تدهني على التشققات بتاعه كعبك تلبسي بقى شراب بالليل، تدهني تخليها يعني تتغلغل كده جامد جامد داخل الكعب بتاع رجلينا، وبعد كده تبدأي تروحي لابسه الشراب عليها. تمام. شوفوا حبايبي، بالنسبة للموضوع القدم هتجيبي كده حتة من الخلطة اهو. تاخدي حتة كده من الخلطة زي ما احنا قلنا، وتبدأي تدعكي على القدم بتاع رجليكي زي ما انت شايفة كده. وطبعا للي عنده تشققات يبتدي يعمل القدم بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. يبتدي يعمل القدم جامد جامد، وبعدين يخليه يدعك قوي 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 بالنسبة للقدم بتاعه زي ما انت شايفة كده. وبعدين بعد ما يعمل كده الدعك ده خالص كده على الاخر، يبدأ بقى تبدأي تلبسي شراب اهو. تبدأي بصي انت نفسك وانت بتعملي القدم بتاع الرجل كده بالمنظر ده، هتبدأي تلاقي في اختلاف في الحاجة اللي انت بتستخدميها زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة اهو. بصي تاخدي برضو جزء تاني، تبدأي تعملي كده تدعكي القدم خالص، وبعد كده مع الاستمرار كل يوم تعملي دعكة. بعد كده تلبسي بقى عليها شراب. بعد ما تخلصي خالص تبدأي تلبسي الشراب كده. بعد ما يتلبس الشراب عليها كل يوم، لو داومتي على الحكاية دي بالليل كل يوم، هتبصي تلاقي رجليكي بقت زي الفل. وصفتنا المرة دي هتبقى للآلام بتاعة الظهر، سواء آلام الظهر أو الركبة. بالنسبة لآلام الظهر هتعملي هتاخدوا معلقة من غير إضافات خالص عليها. تاخدي معلقة من اللي بعد ما تسيحيها، وزي ما احنا قلنا الطريقة شفتوها، وتبدأوا تحطوها على شوربة اللي بتشربوها عادي جدا، أي شوربة، شوربة لحمة، شوربة في أي شوربة، وتشربها. تبص تلاقي الآلام بتاعت الظهر دي تزال تماما. وكان بصراحة عندي الحاج كان بيعاني من الموضوع ده وما جابتش نتيجة الأدوية، ولكن موضوع اللية دي بصراحة جاب لي نتيجة والحمد لله. ودي وصفة مجربة وممتازة جدا جدا، ويعني بصراحة هي ليها فوائد عظيمة يعني بصراحة.
بصوا بقى حبايبي، انا طبعا بحتفظ بالحاجة اللي انا بعملها. بحتفظ بالوصفات، سواء ان انا بحطها في برطمان زي ما انت شايفة، او ان انا بحطها في العلب الكريمات الفاضية. انا ما برميش اي علبة كريم فاضية، بحتفظ بيها على طول وبشيل فيها الوصفات بتاعتي، سواء ان انا اشيلها في التلاجة او اشيلها بره التلاجة عادي، طالما ان انا مسيحة الدهن او اللية بتاعة الخروف دي، مسيحاها بطريقة سليمة، ما خافش منها خالص لو هي فضلت بره التلاجة. كمان انا ببقى حاطه جزء من اللي المتسيحه في التلاجة، علشان دي انا بستخدمها للاكل. يعني انت ممكن تستخدميها عادي مع الاكل، لو انت حابه تحطي للاكل ريحه وطعم اللي الضاني. في ساعات بعض الاكلات اللي بتحب ان هي يبقى ليها طعم ايه، الطعم الضاني، زي المحشي، زي الباميه، القلقاس، الحاجات اللي زي كده. بتشيليها في التلاجة زي ما انت شايفة، بتبقى جميلة جدا ومفيدة، وبتفضل عندك مدة كبيرة يعني من غير ما يجرى لها اي حاجة. زي ما انت شايفة كده بحتفظ بيها على طول. خلصنا وصفاتنا النهاردة اللي احنا عملناها من سواء لية الخروف او عملناها من اللي البلدي. وبتمنى انه الفكرة تكون عجبتكم، ووصلت الفكرتين، سواء الفكرة بتاعت آلام الظهر، أسفل الظهر، أو الفكرة بتاعت تشققات الأرجل. وبصراحة هما الفكرتين حاجة ممتازة، وكل الناس اللي أنا أعرفها سواء أصدقائي أو حبايبي بوصف لهم الوصفة دي وبتتجرب وبتدي نتائج مذهلة بصراحة يعني. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويجي علينا العيد مرات عديدة بكل خير وسعادة. مع وعد مني في لقاء جديد وأفكار جديدة دايما في الفيديوهات القادمة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة لو انت بتزور قناتي لأول مرة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وياريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو. وأوعدكم بإذن الله بأفكار جديدة قيمة ومفيدة في الفيديوهات القادمة. باي باي وإلى اللقاء، وكل سنة وانتم طيبين.